السلام عليكم. لو فاقد درس من دروسك، هل ان انت تعمل زراعة افضل ولا تعمل تركيبة ثابتة افضل؟ هل التركيبات الثابتة اللي بتتعمل بتسبب فعلا ريحة وحشة في الفم ولا لا؟ طب هل الزراعة مكلفة ولا لا؟ طب هل لازم اكون لسه خالع علشان اقدر ازرع، ولا عادي لو كنت خالع من فترة طويلة برضو ينفع ازرع؟ طب هل تمن التركيبة اقل بكتير قوي من تمن الزرعة لو انا هعوض درس مخلوع؟ طب هل فعلا لو هنعمل تركيبة مضطرين ان احنا نبرد دروس كتير؟ طب الدروس اللي هنبردها دي هل لازم نعمل فيها علاج جذور او حشو عصب علشان نقدر نركب عليها ولا لا؟ في الفيديو ده باذن الله هنعمل مقارنة مبسطة كده ومهمة ما بين التركيبات الثابتة وما بين الزراعة. دلوقتي ناس كتير جدا فاقدين دروس واسنان ومحتاجين ان هم يعوضوها، بس مش عارفين يختاروا ايه، نعمل زراعة يا دكتور ولا نعمل تركيب؟ السؤال ده طلب مني كتير جدا جدا، عشان كده الفيديو ده مهم جدا للناس كلها. الاول هنتكلم عن التركيبه دي اسمها بريدج او كوبري. بالظبط كده، الكوبري بيكون واقف على عمودين، صح؟ نفس الكلام، البريدج بتاع الاسنان ده بيكون واقف على درسين. عندنا مكان فاضي، تمام، وفي درس موجود قبله ودرس موجود بعده. ايه اللي بيحصل؟ بنبرد الدرس اللي قبله والدرس اللي بعده علشان نقدر نركب على ده تلبيسة او كراون، وعلى ده تلبيسة او كراون. ما بينهم بيكون في درس بيعوض الدرس اللي مخلوع. التلاتة بيبقوا لازقين في بعض، حتة واحدة بيركبوا مع بعض، خلاص بيعوضوا الدرس اللي مخلوع. وبنوصل في الحالة ديت ان الدرس اللي مخلوع اتعوض، بقيت شكلك كويس، كمان بقيت بتقدر تاكل عليه كويس جدا وبدون اي مشاكل. طبعا زمان ما كانش فيه زراعة، وكان الحل الوحيد قدامنا هو ان احنا نعمل تركيبات، وكانت حاجة جميلة جدا وتقدم كبير وحاجة ثورة في عالم طب الاسنان. لكن دلوقتي بعد ما العلم اتقدم وبقى فيه زراعة اسنان، بقينا نبص كويس قوي للعيوب اللي التركيبة بتسببها ونقارن ما بينها وما بين الزراعة، وفي الاخر بنختار. اعرف بقى ايه هي العيوب ديت علشان لو انت رايح تعمل تركيبة تاخد القرار الصح. اول مشكله وهي ان لما نعمل التركيبه بنضطر ان احنا نبرد الدرس اللي قبله واللي بعد. البرد ده ساعات بيؤدي الى ان الدروس ديت يبقى فيها حساسيه، فنضطر نعمل لها كمان علاج جذور. غير ان كمان برد الدرس ده بيبقى حاجه مش كويسه طبعا، غير لو مضطرين. لكن دلوقتي درس سليم ومفيهوش اي مشكله ولا حتى تسوس، ليه ان احنا نبرده ونركب عليه حاجه؟ ما نسيبه زي ما ربنا خلقه احسن، طبعا مش محتاجه كلام. تاني مشكله التركيبه الثابته بتسببها عند بعض الناس هي ريحه الفم الكريهه. الريحه دي بتنتج عن حاجتين: يا اما ان التركيبه اللي معموله مش مقفله كويس قوي على اللثه ونازله كويس جدا قافله على اللثه كويس، وبالتالي سايبه فراغ، فالفراغ ده بيدخل فيه اكل وبيتراكم جواه وبيسبب رائحه فم كريهه. يا اما بيكون سبب الرائحه ديت ان المريض مش بيعتني باسنانه ومش بيغسل كويس جدا اسنانه، فطبيعي حتى لو مش عنده تركيبه ان يبقى عنده رائحه نفس او رائحه فم كريهه. تالت عيب في التركيبه الثابته هو ان مع الوقت بيحصل ضمور في العظم. الضمور ده سببه ايه؟ شرحته في الفيديو اللي فات في القاعده اللي هي اسمها ما لا يستخدم يضمر. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الدرس خلقوا حاجتين: اول حاجه اللي هي الجذور بتاعته دي موجوده في العظم، والكراون اللي موجود فوق. الجذور اللي موجوده في العظم بتفضل تضغط على العظم وبالتالي العظم كده بيستخدم. لكن في حاله ان احنا عاملين تركيبه ثابته، بيبقى الموجود الكراون بس اللي فوق، يعني الدرس بس اللي موجود ملحوم في التلبيسه اللي قبل واللي بعد، موجود كده على وش اللثه، مش موجود خالص اي حاجه في العظم، وبالتالي العظم مفيش عليه اي ضغط، وبالتالي بيحصل فيه مع الوقت ضمور وبيبدأ يصغر جدا في الحجم. لما بيصغر العظم في الحجم طبعا بيسبب ان الخد او جلد الوش يسترخي شويه او يحصل فيه ارتخاء، بسبب ان العظم دايما بيكون ساند العضلات اللي موجوده في الوش. وطبعا شرحت الكلام ده كله في الفيديو اللي فات كويس، تقدر ترجع له اهو هيظهر هنا. الضمور في العظم لازم بيتبعه تراجع في اللثه. اللثه دي دايما بتبقى موجوده فوق العظم، لو العظم نزل لتحت اللثه تنزل وراه. تراجع اللثه ده طبعا الكلام ده تاني الكلام ده بعد فتره طويله، ممكن 20 سنه او 25 سنه، مش لازم يحصل على طول، نادرا لما بيحصل على طول. بيحصل على طول في حاله واحده بس، ايه هي عارفين؟ لما تكون انت اهملت جامد جدا في غسيل اسنانك وتسببت في جيوب اللثه اصلا بنفسك. لكن نفترض ان انت مريض محافظ وكويس وبتغسل ومحافظ جدا على اسنانك فتره طويله جدا، ممكن 20 او 30 سنه على ما يحصل اللي بقول لك عليه ده، ان يحصل بقى ضمور جامد جدا في العظم، يحصل بعديه تراجع في اللثه، وبالتالي لما اللثه بتتراجع
بيصبح فيه فراغ حوالين التركيبة. الفراغ ده بيبدأ يدخل جواه أكل، فيحصل تسوس للأسنان اللي تحت التركيبة، للدرسين اللي كنا عاملين عليهم كراون هنا وكراون هنا ساندين عليهم الكوبري أو البريدج اللي احنا عاملينه. لما بيحصل تسوس ممكن يحصل ألم، وبالتالي بنضطر إن احنا نخلع التركيبة ونضيف ليها سنة كمان أو درس كمان، علشان الدرسين دول أصبحوا ضعاف وما يستحملوش تركيبة لوحدهم، فنزود درس أو درسين تانيين، ومع الوقت نبص نلاقي إن بقى عندنا تركيبة كبيرة مكونة من 5 أو 6 دروس جنب بعض. ده كده كان تالت عيب للتركيبة الثابتة. مع تقدم العلم ابتدت تظهر زراعة الأسنان، ثورة جديدة جدا في عالم طب الأسنان، حاجة في منتهى الجمال والروعة. بقى في شركات كتير جدا بتنافس، السعر نزل وقل كتير عن الأول، بقى في اوبشن كتير وحلول كتير لكل المشاكل اللي ممكن تقابلنا في الزراعة. بقى موجود حاجة اسمها بدايل عظم أو بون جرافت، بقى موجود حتى ساينس ليفت سواء كلوزد أو اوبن، يعني نرفع الجيوب الأنفية أو ضمور جامد في العظم فنقدر نعوضه ببدايل عظم وحاجات كتير. يعني بقى في حلول لمعظم المشاكل اللي بتواجهنا أثناء الزراعة. لقينا إن الزراعة بتوفر لنا حاجتين كويسين جدا. الحاجة الأولانية هي إن إحنا مش بنضطر أبدا نبرد الدرس اللي قبل الزرعة والدرس اللي بعديها علشان نركب عليهم حاجة خالص، بنسيبهم سلام زي ما ربنا خلقهم، وبنركب درس واحد بس مكان اللي مخلوع وانتهى الموضوع. فدي اهم ميزة انا شايفها. الميزة التانية في الزراعة وهي ان هي بتكون مكونة برضو من جزئين زي الدرس اللي ربنا خلقه بالظبط. الدرس بيكون مكون زي ما قلنا من جدر وكراون فوق، الزرعة برضو نفس الكلام بتكون مكونة من جزء معمول من التيتانيوم موجود في العظم، تمام، والكراون اللي بتركب عليها من فوق. الجزء اللي من التيتانيوم ده بينقل الضغط للعظم، وبالتالي العظم هنا بيستخدم فمش بيحصل فيه ضمور وبيفضل زي ما هو، وبتفضل عضلات الوش مشدودة زي ما هي وما يحصلش اي مشاكل ولا كأن المريض عمل اي حاجة. بياكل كويس جدا على الزرعة ديت زي اي درس موجود. الزراعة عموما تقريبا بتاخد ربع ساعة، نص ساعة بالكتير، بقت حاجة سهلة جدا. يعني لو جينا نقارنها حتى في الألم بتكلم على الألم، أكيد معظم الناس أو ناس كتيرة جدا عملت علاج جذور أو حشو عصب، ممكن وارد يحس أثناء موضوع علاج العصب ده بألم بسيط، صح؟ في الزراعة مفيش حتى الألم البسيط اللي ممكن تحسه مع علاج الجذور. فلو هتعمل تركيبة ثابتة فكر كويس قبل ما تعملها، لأن الزراعة دلوقتي بقى حل كويس وحل جميل، يفضل كتير جدا عن التركيبة الثابتة لان عمره طويل جدا. طبعا ان شاء الله هعمل لكم كذا فيديو بنتكلم فيه عن الزراعة ازاي بتتعمل وايه هي الشركات اللي موجودة واسعارها وكل المعلومات اللي انتم محتاجينها باذن الله. نراجع كده بقى اللي قلناه بسرعة. التركيبة الثابتة والزراعة الاتنين بيدونا نتيجة كويسة جدا من حيث الشكل ومن حيث الوظيفة في الاول، لكن مع الوقت اللي بيحصل كالتالي: مع التركيبة بيحصل فقد في العظم بتاع الضرس اللي مخلوع، لكن مع الزراعة لا. مع التركيبة بنبرد الأسنان أو الضروس اللي قبل واللي بعد الضرس اللي مخلوع، لكن مع الزراعة مش بنبرد أي حاجة وبنسيب السنان زي ما هي. مع التركيبة ممكن يصدر عنها رائحة نفس كريهة أو يحصل تسوس للأسنان اللي هي متركبة عليها، لكن مع الزراعة لا، احنا ما جيناش يم الأسنان أصلا، وفي نفس الوقت مفيش حاجة هتعمل رائحة نفس كريهة طالما المريض بيغسل أسنانه كويس جدا الطبيعي. يبقى كده إجمالا وصلنا إلى التالي: الزراعة أفضل بكتير جدا دلوقتي من التركيبات الثابتة في معظم الحالات، ما عدا شوية حالات هكلمكم عليها بإذن الله في الفيديو الجاي، أقول لك بقى فعلا إمتى التركيبة هي اللي تبقى حل أفضل ليك. نيجي بقى للنقطة الأخيرة وهي التكلفة اللي ناس كتير جدا بتقلق منها. لو جينا نحسبها ببساطة هنلاقي إن تكلفة التركيبة اللي معمولة من الزركونيوم لتعويض درس واحد بس بتكون أقل تقريبا بحوالي 10 أو 20% من ثمن الزراعة. فالفرق بسيط جدا، أعتقد إنه ما يستاهلش أبدا إن أنت تغامر بكل المشاكل اللي ممكن تحصل مع المدى الطويل في أسنانك لو عملت التركيبة. في الفيديو الجاي بقى بإذن الله هكلمكم عن قصة حصلت، وهي إن أنا دخل 2 إخوات العيادة، والاتنين كانوا فاقدين درس واحد اللي هو الدرس رقم 6، تمام، الفيرست مولر. لكن مع الشخص الاول اللي كان اسمه لطفي قلت له: يا لطفي انت احسن حل ليك هو ان انت تعمل تركيبه ثابته. لكن محيي اللي احنا طبعا عارفينه وتعرفنا عليه فيديوهات قبل كده كان الحل الامثل ليه هو انه يعمل زراعه. هنعرف بقى باذن الله في الفيديو الجاي ليه قلنا لطفي ان هو ممكن يعمل تركيبه ثابته هتكون مناسبه ليه، وليه قلنا لمحيي الزراعه.
فانتظرونا. اخر حاجه عايز اقولها لكم، يا ريت تفضلوا تدعمونا دايما بلايك، لان لايك بتساوي شكرا للوقت والمجهود اللي مبذول وللمحتوى اللي بنقدمه. وبشكر طبعا كل الناس اللي بتدعمنا، وكمان اللي عنده اي سؤال يسال في التعليقات، باذن الله هنجاوب على كل الناس. ممكن نتاخر شويه لكن هنجاوب. ومش هننسى طبعا نصلي على النبي في اخر كل فيديو زي ما اتعودنا، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كان معكم عبد السلام محمد، والى اللقاء.